السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله النهارده النادي الأهلي حقق فوز مهم قبل السفر لجنوب أفريقيا. فاز على النادي المقاولين 2-1. النهارده طبعا النادي الأهلي لعب زي ما بيقولوا كده أداء اقتصادي، يعني هو ما اللعيبة كانت بتلعب على الواقف. والحمد لله اللي ساعد في ده كله إن الحمد لله إن النادي الأهلي قدر يسجل في أول اللقاء في الدقيقة 3. محمد طاهر ضغط على عمر فايد وقدر إن هو ياخد منه ضربة جزاء وأحرزها علي معلول. والتكمله للكلام ده كله طبعا بقى الاهلي برضو فضل ماشي برضو على الواقف لحد في كوره لمروان عطيه لعبها ثرو لمحمد هاني، انطلق بيها ولعبها عرضيه. فاروق غلط فيها وجابها في نفسه. وطبعا بعد نتيجه الماتش طبعا لعيبه النادي الاهلي اطمنت للنتيجه انها 2-0. لكن طبعا لا، احنا ازاي جمهور الاهلي يطمن؟ ولازم جمهور الاهلي يفضل قاعد على اعصابه، يبقى قاعد شايف الماتش. لا، في ربنا يستر ما يتعادلش زي ماتش الداخليه بكره عرضيه في حراسه المدافعين. الكره يعني الكره رايحه من اليمين لحد ما وصلت لناحيه الشمال عند علي معلول، في ظهر علي معلول. اوكلي جابها جول، بقت النتيجه 2-1. فطبعا في مشكله في الدفاع، فانا ربنا ييسر الحال بس والدنيا تمشي مع الواحد يعني. فالحمد لله النهارده النادي الاهلي قدر يحقق 3 نقط، وده اهم حاجه من الماتش. والحقيقه انا كنت مفكر ان مستر كولر هيريح اللعيبه عشان خاطر السفر بتاع جنوب افريقيا، لكن هو فاجئنا كلنا ان هو لعب بالتشكيل الاساسي بتاعه. وطبعا في اصابات، وحتى يعني محمد عبد المنعم لما وقع مرتين في الماتش الواحد مسك قلبه والله العظيم. يعني اصل تخيلوها كده معايا حضراتكم كده، تلعب ماتش سان داونز بياسر ابراهيم ورامي ربيعه، تخيلتوها طبعا صح؟ فالقصه ربنا يسترها. بس طبعا الهلال السوداني كسب القطن طبعا زي ما هو كان متوقع، كسب 2-0 النهارده، بقى عنده 9 نقط في المركز الاول. لسه في مباراه اللي هتلعب يوم السبت ان شاء الله بين الاهلي وصن داونز. اصبح لزاما على النادي الاهلي ان شاء الله انه يكسب صن داونز، او على الاقل يتعادل معاه، يحقق نتيجه ايجابيه عشان يفضل ان شاء الله وصولك يبقى بايدك. يعني ما تبقاش معتمد ان صن داونز يغلب لك الهلال او يتعادل مع الهلال. وطبعا القصه زي ما قلت لحضراتكم قصه صعبه. فنتمنى التوفيق بس للنادي الاهلي وان شاء الله والدنيا تمشي معانا كويس يعني. ولكن الهلال السوداني دخل الجيم بقوه خلاص. هي يعني يعني كسب الاهلي وكسب القطن بره وكسب القطن على ارضه. دخل اللعب حرفيا. هو غلب ماتش سان داونز في جنوب افريقيا وبقى عنده 9 نقط دلوقتي. فهنشوف القصه هتمشي ازاي ان شاء الله. لكن يعني بالظبط كده لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى فاهمه كده كويس. ال3 ماتشات اللي فاضلين في افريقيا ما فيهمش هزار. نقطه واحده فيهم فيها تخسرها فيها خروجك. اللي هو خلاص انت خلاص البطوله بالنسبه لك كده خلصت، لان انت القصه مش هتبقى بايدك اساسا. فربنا ييسر الحال ان شاء الله. طبعا في الدوري الحمد لله الدنيا ماشيه تمام. الحمد لله النادي الاهلي متصدر الدوري وفارق متاح، فارق كويس. فربنا ييسر الحال بس ان شاء الله. هو ماتشين صن داونز والقطن، التركيز. ربنا يوفق بس ان شاء الله ونلعب على تفاصيل صغيره في الماتشين دول بالذات. وطبعا ماتشين خارج ارضك، والنادي الاهلي بيواجه صعوبات خارج ارضه. فربنا ييسر ان شاء الله الحال ويكون الفوز حالفنا ان شاء الله في الماتشين ان شاء الله. والماتشين ظرف اسبوع، سبت مع صن داونز الساعه 3 ويوم الجمعه مع القطن الكاميروني الساعه 6. ربنا يكرم ان شاء الله، واللي ربنا يريده هيكون يعني ان شاء الله. وربنا طبعا ما بيردش الا الخير ان شاء الله. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه دوس سبسكرايب وفعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.